اخباركم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طب النهارده كده هنتكلم شويه عن الفوتوشوب من ناحيه القوائم، ايه الادوات، إيه ازاي اقص صوره، اركب صوره على التانية، إيه شويه اوامر في الفلاتر، إيه حاجات في مشابه كده. فنبدا بسم الله. اول حاجه خالص لما بنيجي نفتح الفوتوشوب تظهر معانا الواجهه الافتتاحيه بتاعته. تمام، ننتظر شويه قبل ما يحمل الواجهة الافتتاحية بتاعته. طبيعي هنا في الجزئية دي بتجيلي الحاجات اللي انا اشتغلت عليها قبل كده، المشاريع والحاجات بتاعتي قبل كده. تمام. وعندنا شريط القائم فوق والقائم والجزئية بتاعت نيو فايل والاوبن. طب دلوقتي عشان انا ابدأ افتح ملف جديد، عندي بدل الطريقة واحدة واتنين وتلاتة. اولهم خالص من فايل نيو. تمام. واختار التصميم اللي انا عايزه وادوس كرييت. الطريقة التانية من فايل نيو، مش من قائمة بقى، اضغط على نيو فايل. تمام. برضو نفس الكلام، اضغط على اللي انا عايزه، القالب اللي انا عايزه جاهز، اشوف القالب بس هو هشتغل مثلا غلاف كتاب او كتاب A4، عايز اعمل تصميم للكارت، فدي كلها حاجة ترجع. الطريقة التالتة من كيبورد كنترول زائد ان، يجي لي برضو نفس الكلام. تمام. اللهم صل على النبي. نيجي نتكلم بقى شوية عن الواجهة دي، الواجهة اللي تجيلي عشان خاطر أبدأ شغل جديد في مشروع جديد. أول حاجة فيها بتيجي تظهر هنا على اليمين، الجزئية دي بتاعة اسم الملف. سيام بقى أنا عايز أسمي اسم الملف بتاعي أي اسم أنا يعجبني، نفترض أسميه مثلا مصطفى. تمام. أنا أظبط بالإنجليزي مصطفى. تاني حاجة بتقابلني الارتفاع والعرض بتاعه. تمام. احدد الارتفاع والعرض بتاعه من القائمتين دولت. تمام. ادي ده هنا عرضه 210 في ارتفاعه 297. ونراعي برضو لما نيجي نحدد من هنا الوحدة القياس اللي احنا بنشتغل عليها. فعندي هنا بضغط عليها عند البكسل والانش والسنتي والملي والبوينت زي ما انتم شايفين، اكتر من وحدة قياس. فاشهرهم لما نيجي مثلا لو هشتغل على كارت وكده فبستسهل اللي انا اعملها على السنتي، لان بتبقى حدودي معروفة وارقام مظبوطة. انا هشتغل مثلا غلاف كتاب A4 21 في 29 وسبعة من عشرة. هشتغل مثلا اللهم صل على النبي هشتغل كارت دعوة 9 في 5. فدي حاجة بترجع. تمام. وهنا وضعية الصورة، يعني مش وضعية الصورة من ناحية لو ورقة العمل اللي أنا هشتغل عليها عايزها بالطول أو بالعرض، يعني كده مفعلة بوضع الطول، كده مفعلة بوضعية العرض. تالت حاجة هنتكلم عليها الريزوليوشن بتاعنا. طب ايه هو الريزوليوشن ده اصلا؟ الريزوليوشن هو المتحكم في جودة الصورة، سواء اذا كانت جودة الصورة عالية فهحتاج الريزوليوشن بتاعي يبقى عالي، رقم كبير بمعنى صح. الريزوليوشن اقل فهيبقى جودة الصورة قليلة، يعني كده الرقم هيبقى قليل. والوحدة بتاعته في الطبيعي اللي بتشتغل عليها، واشهر وحدة بنشتغل عليها اللي هي باسكال لكل انش. تمام. والوحدة التانية بتاعته باسكال لكل سنتيمتر، بس الأشهر في الاستخدام باسكال لكل إنش. بعد كده نيجي لرابع حاجة، اللي هو الكالر مود. الكالر مود ده اللي هو نظام اللون، وهو أشهرهم بمعنى صح اللي هو ال RGB color، اللي هو الريد جرين بلو، الأحمر الأخضر الأزرق اللي هي الألوان الأساسية، والسي ام واي كي اللي هي الألوان بتاعت مثلا. فحسب ما تحب نشتغل، هو لو هنشتغل في الطبيعي بنشتغل على الار جي بي في التصميم بتاعنا وكده. زائد اخر حاجة ممكن نقولها هنا الباك جراوند بتاعنا، نختار باك جراوند عاملة ازاي، اللون بتاعها وكده. ويفضل في اي تصميم بنشتغل فيه بنختار الباك جراوند بتاعتنا بيضة، واحنا من جوه لو حبينا بقى نغير في اللون دي حاجة ترجع لنا. تمام. فنتفق بعد كده خلاص حددنا المقاسات بتاعتنا وكده، واخترنا القالب اللي هنشتغل عليه، فبنضغط كريت. ظهر لي القالب ده. تمام. احنا دلوقتي اتكلمنا في ازاي اللي انا افتح ملف جديد، ورقة عمل جديدة انا هصمم عليها. طيب عشان خاطر اللي انا اشتغل او اجيب صورة من على الجهاز وادرجها هنا، اللي انا افتح حاجة كانت شغالة معايا قبل كده، هي برضو ليها 3 طرق. اول حاجة
لو انا من بره خالص نقفل دي كده، لو انا من بره خالص هضغط على اوبن واختار الصورة اللي انا محتاجها انزلها، اعمل انسيرت ليها عشان ابدأ تشغيل ليها اللي انا افتحها، فهيجيب لي وابدأ تعديل عليها. تمام. تاني طريقة من فايل واوبن، قائمة فايل اختار الامر اوبن، برضو نفس الكلام اختار الصورة اللي انا محتاجها واضغط اوبن، هتظهر لي هنا، ظهر لي مشروع جديد. عايز افتح برضو صورة جديدة بالطريقة التالتة، من كيبورد كنترول او، اشوف الصورة اللي انا محتاجها واضيف اضغط عليها وادوس اوبن، فتح لي الصورة تاني. فدلوقتي ادي الثلاث صور فتحوا معايا. طب نتكلم شوية عن واجهة البرنامج. نقفل دول كده وفتحنا ملف جديد. نتكلم شوية بقى في هنا عن واجهة ورقة العمل او واجهة البرنامج بصفة عامة. نيجي نتكلم بقى دلوقتي شوية عن واجهة العمل او الواجهة الافتتاحية للبرنامج. هي بتتكون من ايه؟ طيب في البداية خالص نتكلم ادي شريط القوائم. تمام. شريط القوائم هو عبارة عن قوائم، وكل قائمة فيها مجموعة أوامر خاصة بالقائمة دي. يعني فايل فيها شوية أوامر، edit لها أوامر خاصة بيها، image layer type select filter كل حاجة ولها أوامر. تاني حاجة عندنا شريط الأوامر السريع، وشريط الأوامر السريع ده أو شريط الأدوات السريع، اللهم صل على النبي، بيبقى فيه شوية أوامر للأدوات اللي احنا بنشتغل فيها، اللي هي اختار مثلا أداة من هنا تتغير الأدوات، تتغير الأوامر بتاعت الأداة. اخترنا الأداة دي يظهر لي حاجة تانية، تختار مثلا الأداة دي يظهر لي حاجة ليها، وكل أداة بيختلف مع شريط الأوامر بتاعها. تمام. أو شريط الأدوات السريع. نيجي بقى نتكلم على تالت حاجة اللي هو مربع الأدوات. طب مربع الأدوات اللي هو الجزئية اللي على الشمال ده، اللي فيه جميع الأدوات اللي أنا أقدر أستخدمها وأبدأ أشتغل بيها في التصميم أو الديزاين اللي أنا شغال عليه، وكل أداة ولها وظيفة معينة ونبقى نتكلم فيها فيما بعد. بعد كده نتكلم على جزئية اللوحات والدعامة اللي هي الجزئية اللي على اليمين دي. تمام. فيها جزئية للطبقات اللي هي اللير، نتكلم فيها. اي طبقة تضيفها جديدة او اي حاجة بتظهر لك هنا، ضفت صورة او اي حاجة ضفناها فبتظهر هنا. تمام. او عندي برضو من اشهرهم قائمة الهيستوري بتاعي، يعني الحاجات اللي انا اشتغلتها قبل كده بتظهر لي هنا خطوة بخطوة، انا عايز الغيها او عايز اتخطاها او عايز ارجع لها تاني. يعني انا هنا انا ضفت ليارين، ظهر عندي هنا في قائمة الهيستوري اللي زاد عندي ليارين. عايز مثلا ارجع للخطوة اللي قبلها اللي هي نيو لير هنا دي، لو ضغطت عليها كده اللير هنا اتشال. طب اضغط على النيو اللي ضغطت عليها في الاول، اللير كله اتشال اللي كان مفتوح. عايز ارجع للكلام ده تاني، اضغط عليهم تاني هيجيب لي الليارات اللي انا كنت فاتحها. طب طريقة تانية للرجوع والكلام ده من كنترول زد، لو ضغطت كنترول زد هيلغي معايا واحدة، بعد الغالية دي كمان كنترول زد من الكيبورد لغيها لي تاني. بعد كده نيجي نتكلم على شريط العنوان. شريط العنوان وهو خاص بكل مشروع انا شغال بيه، وهو بيبقى الجزئية دي كده. انا مثلا نفترض ضفت صورة جديدة، كنترول او اضيف الصورة، ظهر لي هنا اضيف كمان صورة، كنترول او. تمام. ظهر لي هنا. يبقى ادي دي كلها، كل ده اسمه شريط العنوان. كل صورة بتظهر او كل عمل انا بدرجه بيظهر لي هنا. تمام. فده كده ده اسمه شريط العنوان. عندي بعد كده شريط التمرين. شريط التمرين بيبقى في اليمين اللي هي الجزء ده او الجزء ده، وظيفته اللي انا بتحكم في الصورة نفسها. انا عايز اتحرك شوية لفوق شوية لتحت شوية لليمين شوية للشمال براحتي. لو انا عامل مثلا زوم للصورة فده بيسهل معايا الحركة في جزئية الصورة نفسها. تمام. عندي اخر حاجة في واجهة البرنامج شريط الحالة بتاعي. شريط الحالة وهو بيبقى الشريط اللي اسفل التصميم. تمام. اللي هو الجزئية اللي تحت دي بيبين فيها الزوم بتاع الصورة اللي انا عامله،
يبين لي فيها البكسلات الكلام ده كله. انا عملت زوم، الزوم بيزيد معايا هنا بقى 66. او ممكن اضغط كليك دبل كليك عليه واكتب مثلا نسبة الزوم اللي انا عايزها، نفترض 88 واضغط انتر، عمل الزوم بنسبة 88. او من الناحية التانية انا ممكن استخدم اعمل زوم عن طريق الكيبورد، بضغط على كنترول زائد اعمل زوم ان، وكنترول ناقص اعمل زوم اوت. طب انا لو مثلا الصورة كبرت مني كده او صغرت مني مرة واحدة كده، او انا كبرتها زيادة عن اللزوم ومش عايز اضغط كليك كنترول زائد او كنترول ناقص، اعمل ايه عشان اجيب الصورة في محاذاة ورقة العمل؟ بضغط على كنترول وزيرو يجيب لي الصورة بمحاذاة. تمام. طب اجي دلوقتي نتكلم بقى على شريط القوائم، ونبدأ مثلا بقائمة كده. نبدأ بقائمة فايل. لو انا ضغطت على قائمة فايل هيظهر لي شوية اوامر ومجموعة من الاوامر. طب اشهر الاوامر فيها اول امرين عندي اللي هو نيو واوبن. زي ما اتكلمنا قبل كده ان نيو هي الامر اللي بنستخدمه لفتح ملف جديد، والاختصار بتاع كنترول ان. طب واوبن الامر اللي بنستخدمه لفتح ملف كنا شغالين عليه قبل كده او فتح صورة موجودة عندي مسبقا، والاختصار بتاعها كنترول او. نيجي بعد كده نتكلم على طرق الحفظ. عندي 3 طرق. اول واحدة سيف، تاني واحدة سيف از، تالت واحدة سيف اكوبي. اول واحدة اللي هي سيف بحفظه عادي كنسخة عادية عندي على الجهاز. تمام. سيف از بحفظه كنسخة جديدة للملف اللي انا شغال عليه. يعني انا عندي النسخة دي كنت حافظها قبل كده، بس سيف از بحفظه كنسخة جديدة. تمام. سيف اكوبي بحفظه كملف كنسخة مكررة. هي سيف اكوبي بحفظ الملف كنسخة مكررة عندي عن جهاز. يعني نفترض ضغطت سيف هيجيب لك هيظهر لنا المكان اللي احنا عايزين نحفظ فيه وبالصيغة اللي احنا عايزين نحفظ بيه. يا اما نحفظ بامتداد الفوتوشوب عادي، فهنا سيف از ا تايب اتكلم معانا في نوع الملف وصيغة الحفظ. عندي صيغ كده هنا احفظه ك بي اس دي، ك بي دي اف، فحسب ما يطلع معنا. تمام. طب نضغط سيف از، نجرب امر سيف از نفس الكلام بس بيحفظه لي كنسخة جديدة. بشوف الملف اللي انا عايزه، تمام، صيغة الملف واحفظ بيه. هي هنا الامتدادات بس بسيطة عشان دي خاطر صورة لسه ولا تعدل عليها ولا اي حاجة ولا عملنا فيها شغل. سيف اكوبي نفس الكلام برضه. نيجي نتكلم على طرق الغلق بقى. عندي 4 طرق، بس لحظة قبل ما نتكلم على طرق الغلق نضيف كام صورة. تمام. دلوقتي احنا قلنا نتكلم عن طرق الغلق. اول طريقة عندي من فايل امر كلوز، وده معناه ان انا بغلق الملف اللي مفتوح اللي انا واقف عليه. يعني دلوقتي انا واقف على الصورة دي ادوس كلوز، الصورة دي بس اللي اتقفل. تمام. الامر التاني فايل كلوز اول، معناها هيقفل لي كل الصور اللي مفتوحة او كل الصفحات او اي حاجة كانت مفتوحة هيقفلها لي. تمام. الامر التالت كلوز اذرز، اللي هو بمعنى اصح اقفل لي كل الملفات او كل الحاجات اللي انا شغال عليها ما عدا الملف او الصورة اللي انا فاتحها في شريط العنوان. يعني هنا انا عندي ادي 1 2 3 4، هنضغط مثلا على دي نفعل دي تبقى هي اللي معانا. لو دوست فايل كلوز اذر هيقفل لي كل حاجة ما عدا الصورة اللي انا كنت شغال عليها هي اللي هتبقى مفتوحة. الامر الاخير اللي هي اكزيت، اضغط على علامة الاكس في الادوات اللي فوق في شريط العنوان، ده شريط القوائم اقصد. كلوز هيقوم جاي قافل لي البرنامج خالص. ويبقى كده ادي طرق الغلق. ويبقى كده احنا خلصنا قائمة فايل. نيجي نتكلم على قائمة ايديت، وهي قائمة مختصة بشوية عن بعض الأوامر زي النسخ، القص، اللصق، تقدم خطوة ورا خطوة قدام، الكلام ده كله. تمام. فأدي قائمة ايديت. أشهر الأوامر اللي فيها قط وبيست. طب لحظة عشان خاطر هما مش متفاعلين نضيف أي حاجة تاني كده معانا. نعمل سحب صورة
ندخل الصورة دي معانا. نيجي نتكلم بقى على قائمة الإيديت دلوقتي. يعني أنا عندي في قائمة الإيديت هي أشهرهم الأوامر اللي فيها القط والكوبي والبيست، تمام كده، زائد أمرين كمان اللي أندو موف والريدو. معلش بقى في النطق لو مش مظبوط عندي دور برد، بس معلش سامحوني. تمام، فناخد أول أمر كده بداية خالص، ناخد أداة بس التحديد لغاية ما نشرح الأدوات. أنا مثلا حددت الجزئية دي، أقوم جاي من قائمة إيديت أختار مثلا كوبي، تمام. فكده اللي أنا خدت نسخة من الجزئية اللي أنا حددتها. لو من قائمة إيديت تاني عملت بيست، ادي الجزئية اللي انا خدتها كوبي من هنا، عملت بيست تاني، اديت بيست، جاب لي كمان نسخة، ماشي كده. اول الاختصار بتاعها كنترول سي عشان اخد الاداة تاني. يعني انا احدد الاختصار بتاعها بدل ما اروح لايديت من كنترول سي اخد الجزئية. لازم ابقى محدد بس الصورة قبل ما انا بشتغل او اعمل اي حاجة، بحدد الجزء اللي انا عايز اخد منه نسخة. تمام، انا حددته كده اهو، كنترول سي، واخد النسخة بكنترول في اللي هي البيست من قائمة اديت. بدل ما اضغط اديت بيست، لا، الاختصار بتاعها من الكيبورد كنترول في. ناخد اداة الموف كده، عمل لي نسخة، اعمل كمان نسخة كنترول في هيجيب لي كمان نسخة. تمام. القط نفس الكلام، احدد عايز مثلا الجزئية دي احددها كنترول اكس، خدها لي خالص. لو خدت بالكم هو قصها اللي هو شالها خالص من الصورة ويبقى يحطها تاني، كنترول اكس. او الاختصار بتاعها من ايديت قط، ادي الاختصار بتاعها برضو بيبقى مكتوب جنبها. وبرضو عشان انسخها كنترول في في اي حتة تعجبني وانسخ الصورة زي ما انا عايز. نيجي تاني لاخر امرين بقى فيها اللي هو اندو موف والريدو. طب انا دلوقتي اللي هو اندو موف ده معلش برضه احنا قلنا عشان البرد، الامر ده اللي انا عشان ارجع بيه خطوه ورا لو ضغطت عليه من ايديت اندو موف، اضغط عليها رجع لي خطوه، نضغط تاني رجع لي كمان خطوه، رجع لي كمان الخطوه اللي تحت تاني، رجع لي كمان خطوه، كل مره اضغط. طب انا الخطوه اللي انا رجعتها دي عايز اجيب الخطوه اللي انا رجعتها اللي هو اللي انا مسحتها، لا عايز ارجع لها تاني من الريدو بقى، اضغط تاني هيجيبها لي. الاختصار بتاعها جنبها مكتوبه شيفت كنترول زد، نفس الكلام. او بدل الكلام ده كله من قائمه هيستوري اللي هي قلنا في اللوحات والدعمات، نضغط عليها هنا هيجيب لي كل حاجه ده اشتغلتها. يعني لو ضغطنا على اخر امر اللي احنا كنا عاملينه جاب لي الحركات كلها وبالانتقالات بالحاجات اللي انا نسختها بالمواضع بتاعت كل صورة. كل مرة بيجيب لي في امر اللي انا كنت مستخدمه. تمام كده، يبقى كده يعتبر خلصنا قائمة الايديت باشهر الاوامر اللي فيها. طب نيجي دلوقتي نتكلم على قائمة ايمج. قائمة ايمج يعني بتتحكم في النظام اللوني وبتتحكم في دوران الصورة وبتتحكم كمان في حجم الصورة. هو اشهر الادوات او الاوامر اللي فيها اول حاجه فيها اللي هي المود. المود ده اللي هو النظام اللوني بتاعه. يعني هي احنا زي ما اخترنا في نظام الصوره من بره اللي هو ار جي بي، لو جينا مثلا اخترنا الامر ده هيقلب لي الى وضعيه اللون الابيض والاسود. تمام. طب هل ينفع ان انا اضيف نظام لوني على نظام لوني تاني؟ يعني انا لو جيت عملت الار جي بي على اللون على النظام اللوني بتاع الابيض والاسود هيديني ابيض واسود؟ نجرب كده. ار جي بي مش هيديني، معنى كده اللي مينفعش اطبق نظام لوني على نظام لوني انا كنت مطبقه قبل كده. نرجع بقى خطوات تاني، كنترول زد. تمام، فاحنا اتفقنا المود من قائمة ايمج هنا بتحكم في النظام اللوني اللي انا عايزه. يعني مثلا ده
براحتنا بقى حسب النظام اللون اللي احنا عايزينه. بس زي ما قلنا ما ينفعش اطبق نظام لوني على نظام لوني انا كنت مختار. وبعد كده امر تاني اللي هو من قائمة image. تمام. image size، هنا بتحكم في حجم الصورة. يعني مثلا هو مديني هنا الابعاد بتاعته وكل حاجة، انا ممكن اعدل فيها. احنا هنا شغالين بالانش، ممكن اغير واخليها بالسنتيمتر، دي حاجة برضو ترجع. لو عدلنا مثلا هو هنا 108 خليناها مثلا 90، نضغط اوك، شوف ايه اللي هيحصل. اداني حجم ك90 وحاجة زي كده. فدي تبقى برضو ما تبانش في الصور دي قد كده، بس الفكرة اللي انا هنا بتحكم في حجم الصورة نفسه. طب احنا قلنا تاني، لو مثلا ضغطنا على الايمج ودخلنا تاني على الايمج سايز، هنا المساحة بتاعته كده. يعني لو غيرنا التاني فيها، هي الايمج سايز بتاعتنا حجم الصورة 19 ميجا على الوضع المساحة او الطول والعرض اللي احنا مدينه ده. تمام. لو مثلا نفترض خلينا 150، الصورة هتزيد مساحتها وبقت 55 ميجا، ودي حاجة انا اتحكم فيها براحتي. خلينا مثلا 120، حجم الصورة بقى 35 ميجا. لو ضغطنا اوك هيبدأ يديني كواليتي تاني للصورة والكلام ده كله. طيب عندي امر تاني الايمج روتيشن. ايمج روتيشن اللي هو تدوير الصورة. يعني انا هنا لو ضغطت على 180 هيلف لي الصورة 180 درجة. طب لو جيت تاني ضغطت من ايمج روتيشن يلفها لي 90 درجة. بس هو اما بيجي بيطبق على وضعية الصورة دلوقتي. يعني هي دلوقتي لو انا الصورة على وضعها كده، لو اديت امر 90 هيلفها لي 90 على وضعها، مش هيلفها لي لفة كاملة من اول وجديد تاني، لا بيلف على وضعية الصورة. ضغطت 90 مع اتجاه عقارب الساعة. لو ضغطت تاني image rotation عكس عقارب الساعة رجعها لي تاني. فالفكرة اللي هو اما بيجي بيعمل روتيشن على الوضع بتاع الصورة الحالي. تمام. فنعمل كمان image rotation نرجعها كما كانت. image rotation نعملها 180 عشان نرجعها لي كما كانت. وفي كمان اخر حاجة في قائمة image اللي هي سلبية الصورة او الوضع النيجاتيف. لو انا عايز افعله على الصورة دي او اطبقه منين؟ من قائمة image adjustment. تمام. invert، او الاختصار بتاعها من الكيبورد كنترول اي. لو ضغطت عليها عمل الصورة كسهية السلبية وكده. تمام. طب تيجي دلوقتي بقى الجزئية بتاعت قائمة لير. هي قائمة بتختص بمجموعة من الأوامر من ناحية إضافة مثلا لير أو حذفه وتغيير اسمه الكلام ده كله. عايز أضيف مثلا لير من قائمة فايل، أضغط نيو لير، وبعد كده هنا أسمي الاسم اللي أنا عايزه، أي اسم مش هنختلف فيه، أضغط أوك، ضاف لي لير جديد. او من الطريقة التانية من الجزئية بتاعت اللير في الخانة بتاعت الدعامات وكده، اجي على الامر ده او الايقونة دي اضغط عليها هيضيف لي لير جديد. تمام. عايز انا اسميه اعمل فيه اي حاجة، اضغط عليه دبل كليك اسمي الاسم اللي انا عايزه واضغط. ادي قائمة لير اشهر امر فيه. طب نيجي نتكلم على قائمة سيلكت دلوقتي. قائمة سيلكت هي اشهر الاوامر اللي فيها، اللي هي بتتحكم في تحديد الصور او حاجات زي كده، تحديد اجزاء من الصور. فاشهر الاوامر فيها اللي هي مثلا امر all وديسلكت وريسلكت وانفيرس. معناهم اللي هي تحديد الكل، احدد كل جزء في الصورة. ديسلكت اللي انا عايز الغي التحديد. ريسلكت لو انا عملت تحديد ولغيته وعايز ارجع له تاني. انفيرس اللي هو بحدد جزء، ولو اخترت الامر انفيرس بيحدد لي الاجزاء التانية اللي انا مش متحددة ويهمل لي الجزء اللي انا حددته. ازاي؟ برضو نتكلم. اول حاجة ادي لو ضغطت على الاول هيحدد لي الصورة كلها. تمام. لو ضغطت على دي سيلكت هيلغي لي التحديد.
وطبعا الاختصارات بتاعتهم موجودة جنبها. يعني الاول الاختصار بتاعها كنترول ايه، الدي سيلكت الاختصار بتاعها كنترول دي، الري سيلكت الاختصار بتاعها شيفت كنترول دي، الانفيرس شيفت كنترول اي. تمام. يعني انا دلوقتي انا لغيت التحديد بتاعي، عايز ارجع له تاني من ري سيلكت اضغط على من سيلكت واختار ري سيلكت هيلغي لي التحديد تاني. طب انا دلوقتي لغيته اشتغل بالكيبورد بقى اضغط كنترول دي هيلغي لي التحديد بتاعي. الريفيرس بقى لو انا حددت الجزئيه دي تمام ورحت على قائمه سيلكت وضغطت على انفيرس هيحدد لي الجزء اللي باقي، والجزئيه دي مش هتبقى معايا في التحديد. يعني انا لو دوست كنترول اكس اللي هو هاخد الجزئيه قط خد لي الجزء كله التاني ما عدا الجزئيه اللي انا حددتها. اتفقنا؟ نرجع تاني. يبقى دي كده كنت ندوس كنترول ده عشان نلغي التحديد كله. يبقى ده كده امر سيلكت. يبقى مع بعض فاضل معانا قائمة فلتر وهي فيها شوية فلاتر، بس الفلتر ده نتكلم عليها في الاخر. قائمة ويندوز فيها شوية حاجات بقى اللي هي الحاجات اللي انا عايز اعرضها في الواجهة بتاعتي. يعني مثلا الجزئية بتاعت اللاير تحت على اليمين لو غطت هنا هتتشال، عايز اجيبها تاني من اللاير، عايز مثلا اضيف في الهيستوري تاني كده حاجات زي كده. طب انا مثلا اتلخبطت وشلت كل حاجة كده وانا مش عارف اعمل ايه فيهم او اعمل اي حاجة، الادوات كلها راحت مني ومش عارف اجيبها. اقوم ضغط على ويندوز الامر ده اللي هو ورك سبيس تمام واختار الامر ده هيرجع لي واجهة العمل كما كانت من قبل. وقائمة هيل لو انا في اي بقى حاجة سؤال عايز اسأله، بس ده بيوجهني لما اضغط عليها في هنا مجموعة اسئلة بضغط فوتوشوب هيل هيحول لي الموقع بقى بتاع شركة اوديبل فوتوشوب وابدأ اسأل فيها واتعامل. ويبقى احنا كده خلصنا الجزئية بتاعة القوائم. فاضل لنا قائمة فلتر بس هنتكلم عليها في الاخر. طب دلوقتي نيجي بقى نبدأ نتكلم على شريط الادوات او مربع الادوات. سيام مش هيفرق الاسم. فمربع الادوات هو في مجموعة من الادوات اللي احنا بنستخدمها عشان نبدأ نعدل او نتحرك في الصورة اللي بتحتاج التعديل او التلوين التحديدات الكلام ده كله. فاول اداة واللي هي تعتبر الاداة الافتراضية بتاعت برنامج الفوتوشوب اداة الموف تول. واحنا طبيعي لو وقفنا على اي اداة من تقريبا من نسخة 2019 او 2020 واحنا طالعين بالنسخة اللي فوق بيجيب لنا شرح لكل اداة. فطبيعي اداة الموف تول هي مسؤولة الليارات او الاجزاء اللي موجودة في ورقة العمل. سيام نفترض مثلا احنا حددنا الاداة اللهم صل على النبي، نجيب مثلا صورة كمان تمام. فانا مستخدم اداة الموف تول لما نقلتها من هنا جبتها هنا استخدمت اداة الموف تول. فدلوقتي انا مثلا عايز اتحكم في صورة احرك فيها باداة الموف تول برضو زي ما انا شغال بحرك فيها. برضو عايز احرك الصورة اللي تحت نفس الكلام وعلى حسب الليارات اللي معايا واتحكم فيها. دي كده اول اداة. تاني اداة عندنا اداة من ادوات التحديد اللي هي ريكتانجلر تول. هنا الاداة دي بتحدد الاجزاء اللي انا عايزها بس بشكل معين. لو ضغطنا كليك يمين كده على الاداة بما ان هي جنبها سهم، معنى السهم اللي جنب الادوات ان في لسه تحت الايقونة دي او تحت الاداة كمان. فنضغط كليك يمين هيظهر لي مجموعة الادوات. فهنا احدد على شكل مربع، التحديد بتاعي يبقى شكل دائري او بيضاوي، تحديد على شكل حاجة سنجل وعمود او حاجة. فاختار التحديد اللي انا عايزه. نفترض خدت اول تحديد اللي هو المربع فابدا ارسم الجزء اللي انا عايزه احدد. نفترض خدت الجزء ده عايز اخده كوبي في حته اعمل فيه اللي انا عايزه. حددت باداة الموف تول. هو لو خدت بالك ظهر معايا هنا بلاير جديده اللي انا نسخت نسخه. فانا لو ضغطت عليها كده هي المفروض هنا ابدا احدد فيها احرك فيها براحتي. عملت كمان نسخه عايز اخد بدل الشكل المربع اخد شكل الدايرة ده مثلا او البيضاوي واحدد.
في حاجة وانا بحدد وانا بشتغل، ما اشتغلش على اللايرات، اشتغل على الطبقة الرئيسية بتاعتي في اللاير. وهنا مثلا الجزئية دي فاخدها كنترول سي كنترول في، عمل لي طبقة جديدة اللي هي بسحب احطها براحتي. كمان كنترول في هيعمل لي كمان طبقة جديدة، واحرك فيهم براحتي، كل حاجة بتحرك فيها. تمام، يبقى كده دي الأداة التانية. طب دلوقتي نبدأ نتكلم على الأداة التالتة، وهي أداة اللاسو تول، أداة من أدوات التحديد. وهي قايمة على التحديد اليدوي، اللي أنا مثلا الجزئية اللي أنا عايز أحددها برسمها بالماوس أو بحط بإيدي بمعنى صح، اللي هو أضغط وأفضل أسحب الجزئية اللي أنا عايز أحددها. نفترض خدت الجزئية دي ساعة ما أسيب هو هيقفل التحديد. نفس الكلام زي أداة الريكتانجلر تول، عايز أخد الجزئية دي كوبي كنترول سي وكنترول في وانسخها في المكان اللي أنا عايزه. دي كده الأداة التانية. بعد كده عندي الأداة التالتة من أدوات التحديد، واللي هي الماجنتيك تول، اللي هي التحديد المغناطيسي، وهي موجودة مع اللاسو تول اللي هي أداة التحديد دي. أضغط كليك يمين وأجيب الماجنتيك تول. طب الفرق بين الماجنتيك تول واللاسو تول إن الماجنتيك بيتحدد عن طريق الدرجات اللونية، أو زي نظام فيه ذكاء اصطناعي أو حاجة زي كده في الجهاز أو في الفوتوشوب، بيحدد عن طريق. فانا بحدد عن طريق الدرجات، الاداة دي بتحدد عن طريق الدرجات اللونية. فلو ضغطت هيبدأ اعمل لي نقطة لبداية التحديد، ابدأ امشي بس ما بضغطش، امشي بس بالماوس كده مع الجزئية اللي انا عايز احددها. هو طبيعي بيرسم معايا حسب الدرجة اللونية اللي انا ماشي عليها، وبيبدأ يعمل فواصل مع نفسه اهو. تمام لغاية ما اوصل التحديد اضغط اقفل التحديد. نفس الكلام، عايز كنترول سي واعمل كوبي او امسحها واعمل التعديل بتاعنا بقى براحتي. عشان اشيل التحديد بكنترول دي. ناخد الاداة الرابعة من ضمن برضو ادوات التحديد، وهي اداة الماجيك تول. الماجيك تول بتحدد درجات لونية كاملة مع بعض. يعني لو ضغطت مثلا على الطريق هنا، فهو حدد لي كل الجزيئات اللي بنفس اللون او درجة اللون اللي انا ضغطت فيها في نفس المكان. لو ضغطت مثلا على اللون الاصفر اللي هو الخطوط دي، هيحدد له جزيئات برضو اللي تبع اللون نفس درجة اللون. دي برضو اداة من ضمن ادوات التحديد، بس دي مش مستحسنة قد كده في تحديد الالوان، يعني دي مش دقيقة يعني من التحديد. وفي اداة برضو تاني اللي هي الكويك سيلكشن تول. دي كل اللي انا بعمله بضغط واسحب. انا لما ضغطت وسحبت هو حدد لي بس حاليا الطريق بس، والحواف بتاعته يعني اشبه ان هي مظبوط. هقفل لغاية الطريق اللي هيبقى عندنا كده ادي 5 ادوات للتحديد. بعد كده بنتكلم عن اداة القص، واللي هي اسمها كروب تول. تمام، اما اضغط عليها هو بيشرح لي تفاصيلها بمعنى صح، اللي هي بتقوم اللي انا بقص الصورة، تعمل لي تحديد معين للصورة او اطار اللي انا ابدأ اسحب منه اللي انا اقص الصورة. يعني مثلا سحبت الجزئية دي فهو قص لي الجزئية دي، اخلي الجزئية دي اللي انا عايزها. عايز اعمل روتيشن او تدوير للجزئية دي، اجي بالماوس على اي جنب من الصورة شمال او يمين، المهم اول ما المؤشر يبدأ يتغير معايا اضغط واسحب فوق او لتحت، هتبدأ الصورة تلف معايا يمين او شمال حسب طريقة الروتيشن اللي انا عايزها. خلصت ثبت على القصة دي للصورة او الجزئية دي، اضغط انتر يجيب لي الصورة زي ما انا كده. يبقى دي اداة الكروب تول. نرجع تاني كنترول زد الكروب تول، نرجع تاني كنترول زد. طب نيجي دلوقتي نتكلم على الاداة اللي اسمها فريم تول. فكرة الاداة دي اللي هو يقوم جاي عامل مستطيل او جزئية تتحط فيها الصورة داخل الجزئية دي. انا مثلا لو عملت دلوقتي ادي عمل مستطيل. تمام، المستطيل ده انا لو جبت جوه، نجيب الصورة اللي موجودة معانا دي فوق اخدها كده. تمام، نظبطها اللي هي تبقى تحت ده. فهو طبيعي خد الصورة جوه
الجزء اللي انا عامله. كده بقت جوه الصورة نفسها. ممكن نكتب الصورة شوية نصغرها. الصورة بقت جوه الجزئية اللي احنا عملناها من أداة الفريم تول. تمام كده. نرجع كده خلصنا الفريم تول. بعد كده نتكلم عن أداة الايه دروبر تول، اللي هي بمعنى أصح سحب اللون. أداة باين على الصورة خالص، اللي أنا لو أقف في أي مكان أسحب منه اللون اللي أنا عايزه عشان يروح. ستة الألوان اللي هي الجزئية دي اللي فيها لونين أبيض وبينك. دلوقتي لو ضغطت كده على مثلا اللون الأصفر أو البرتقاني فاتغيرت اللون، اتغير في باليتة الألوان. ضغطت على اللون ده مثلا لون الطريق نفس الكلام. دي بسحب بيها اللون اللي أنا عايزه. تمام. فكرتها اللي أنا أروح للمكان اللي أنا عايز أسحب منه اللون وأسحبه عندي في باليتة الألوان. بعد كده نتكلم على أداة اسمها سبوت هيلينج براش تول، اللي هي أداة بتشيل العيوب أو الأداة بتاعت التجميل وكده. فدلوقتي أنا مثلا عندي نفترض ده وش حد، ومثلا في لمؤاخذة حباية كده أو أي حاجة عايزين نشيلها. فنفترض الجزء المعيوب في الوش، لو حددت كده امشي عليه لاحظ اللي بدأ يختفي. نكبر لحظة البقعة شوية، الفرشة بدأت تختفي معايا. انا ببدأ انسق واكبر واصغر حسب الجزء اللي انا عايز اشيله. يعني هنا برضو نفس الكلام لغاية ما تشيلهولي وتظبط معايا. تمام. يبقى دي اللي هي أداة السبوت هيلينج براش تول، أداة التجميل. ناخدو أداة اللي بعد كده البراش تول. أداة البراش تول اللي هي للرسم. أنا دلوقتي عايز أرسم جزئية أو ألون حاجة، فأنا طبيعي بلون حسب باليتة الألوان اللي عندي. أنا دلوقتي عندي اللون اللي فوق اللي هو بني ده تقريبا، واللون اللي تحت الأبيض. بتحكم فيهم من هنا، يعني ده بيقلب لي الألوان. فأنا زي ما أنا دلوقتي هعمل اللون اللي هو مثلا إيه البني ده، هبدأ يرسم كده ويلون باللون البني. هتلاقي مثلا عايز اللون الأبيض نفس الكلام. طب دلوقتي لو انا عايز اغير اللون، يا اما مثلا من الالوان هنا اختار اللون اللي انا عايزه، يا اما ممكن من ارجع تاني للاداة الاي دروبر تول اخد اللون اللي انا عايزه من هنا. مثلا خدت اللون ده، اجيب البراش تول تاني والون الجزء اللي انا عايزه. تمام كده. هاجي دلوقتي نتكلم على أداة الكلاون ستامب تول. الأداة دي اللي هي بمعناها أداة الاستنساخ. بتستنسخ جزء من الصورة وبحطه في مكان تاني أو أرسمه في حتة تانية. اللي هو إزاي؟ في بداية التعامل أضغط على زرار Alt، شكل المؤشر هيتغير. أروح للمكان اللي أنا عايز أخد بداية منه وأضغط عليه. يعني هنا مثلا هقوم جاي ضغط كليك شمال وأسيب. اروح مثلا هنا او هنا المكان اللي انا عايز انقل منه النسخة اللي انا خدتها في البداية. ابدأ اضغط، هنلاحظ اللي هو عمل لي السهم اللي انا ضغطت فيه في الاول زائد الجزئية اللي هتستنسخ فيها. ابدأ انا ماشي بالراحة كده بقى، الجزئية ابدأ استنسخ فيها. خلصتها اجيب مثلا الجزئية دي كمان واستنسخ فيها. خلصتها مثلا لو جبت جزئية الشجر هيبدأ يعمل لي الشجر. تمام. فهي قايمة على الاستنساخ كده، عمال استنسخ. فهي قايمة على الاستنساخ كده، عمال استنسخ تعتبر الطريق ده كامل اهو بالجبل بكل حاجة. وانا لو جبت شوية الشجر دول هستنسخهم معايا. فدي أداة الكلاون ستامب تول. نيجي دلوقتي نتكلم بقى على أداة هيستوري براش تول اللي هي أداة استرجاع الأصل. طب دلوقتي عشان نطبقها هنعمل مثلا حاجة اللي احنا مثلا نجيب بالبراش تول نرسم اي حاجة كده. تمام. عملنا كذا رسم. بدل ما انا اعمل كنترول زد مثلا
وهيرجع لي خطوات انا مش عارف ترتيب الخطوه. يعني مثلا عايز امسح النقطه اللي فوق خالص اللي انا واقف عليها دي دلوقتي، فانا معرفش لما اعمل كنترول زد هيرجع لي الخطوه ليها امتى. او لو انا رجعت من الهيستوري بتاعي اللي فوق هنا برضو معرفش هيجيبها لي امتى. فانا ابسط حل اما اجي مثلا استخدم الجزئيه الاداه بتاعت هيستوري براش تول، اضغط امسحه واضغط هيرجعهولي ويمسحهولي للاصل. هنا مثلا مسح حاجه، هنا مثلا عايز اجيب دي كده، تمام كده. فدي اداه الهيستوري براش تول. بعد كده نيجي نتكلم على أداة الأرسر تول اللي هي أداة الممحاء أو الأستيك. والأداة دي كل اللي بتعمله اللي هي بتمسح الأجزاء اللي احنا مش عايزينها في التصميم أو أي حاجة، بس بتمسح مباشر على طول. يعني مثلا كده أنا مسحت أهو، مسح الجزئية دي كمان بتمسح بتمسح الجزئية اللي أنا مش عايز أمسح الجزء شوية الشجرة كده أهو. حسب استخدامك ليها فهي فكرتها كلها اللي هي بتمسح الأجزاء اللي احنا مش عايزينها في الصورة معانا. تمام. أجي بقى دلوقتي على أداة اللهم صل على النبي، البين تول، أداة التلوين. الأداة دي بتلون اسطمبة واحدة على طول. يعني نفترض مثلا أنا بختار اللون اخترت الأداة واختار اللون الأحمر مثلا، فأجي على الجزئية دي أضغط هتلونها لي أحمر. عايز أغير اللون مثلا ناخدها خط، أجي على الجزئية اللي هي فاضية هنا لو ضغطت عليها هتلون لي جزيئات أخضر، الجزيئات القريبة من بعض من الدرجات اللونية. تمام. يعني كل جزيئات قريبة من بعض من الدرجات اللونية بتقوم جاية ملوناها مرة واحدة. يبقى دي أداة البنتو. طيب أداة الجراديان تول. الجراديان تول اللي هي التدرج اللوني. بعد ما أنا حددتها يبقى قلنا دلوقتي بعد ما حددت أداة الجراديان تول، بعد ما حددتها ظهر لي شريط التمرير السريع بتاعها، مجموعة الألوان والخصائص بتاعتها. لو ضغطت هنا مثلا على الجزئية بتاعت اللون ده على السهم كده، هنا هيظهر لي كمية ألوان اللون التدريج اللي أنا محتاجه. مثلا التدريج ده هنخش مثلا على القائمة دي، التدريجات التانية دي حددته خلاص. اجي في اي جزء من نبدأ بس بأول ده، اجي في اي جزء من الصورة او من التصميم اضغط واسحب، عمل لي تدرج لون. لو جيت من فوق هيعمله لي من فوق. عندي في شريط التمرير او الادوات السريع عندي للتدرج اللوني 5 اوضاع. اول وضع اللي هو زي اللي احنا شفناه. الوضع التاني يجيب التدرج اللوني في النص، اسحب كده التدرج اللوني بقى في النص، سحبت كده مثلا. تمام. عندي التصميم ده لو سحبت اعمل كده حسب التصميم اللي انا محتاجه. وهنا التدرج اللوني يبقى في النص. تمام. والتصميم الاخير شبه نجمة كده برضو تبقى في النص. تمام. دي اداة الجراديانت تول. فبنرجع تاني بقى للصورة بتاعتنا الأصل خالص عشان نشتغل على أداة البنتول، ونبدأ نتكلم على أداة البنتول. تمام. أداة البنتول، أداة القلم برضو بستخدمها في التحديد وكده، بس دي أداة احترافية شوية. إذا كنت متمكن من الفوتوشوب أو كده في التصميم، دي تحديد وكده بتفيدك وبتسهل عليك الدنيا أكتر. يعني مثلا نفترض عايز أحدد الجزئية دي، بحدد ضغط طبعا بمشي بها ضغطات، وممكن أضغط وأسحب وأعمل كيرفات فيها كده. أعمل كيرف مثلا الجزئية دي كده بكيرف حسب الجزء اللي أنا عايزه. يعني لو ضغطت وقعدت ألف هتعمل معايا كيرفات. تمام.
كده مثلا ناخد الجزئية جاب كيرف كده، تمام. احدد براحتي واعمل كيرفات زي ما انا عايز. الجزئية اللي انا عايزها المهم بضغط، لو عايز اعمل كيرف بضغط والف يمين او شمال حسب الجزء او المكان اللي انا عايز احدده. دي اداة البين تول. بعد كده اداة التايب تول، اداة الكتابة، تمام. عندي كذا نوع من الكتابة والادوات كلها، يعني اكتب رأسية او افق زي الطبيعي. نختار اول واحدة ونضغط في المكان اللي انا مثلا عايز اكتب فيه كتابة او اكتب فيه اي كلام، تمام. كتبت اي كلام دلوقتي اهو. هو المفروض اللير قدامي بس الكتابة صغيرة. اول ما بدأت اكتب في قائمة التعاملات بتاعتنا هنا طلع بروبرتيز للتايب اللي انا اشتغلت بيه او كتبت عليه. احدده وحرف التي ده عشان اكبر واصغر فيه، تمام. ادي كبرته. هنا المسافة بتاعت الحروف، تمام. مسافة الحروف هنا لو انا مثلا نسحب ده شوية كده، لو انا ضغطت انتر وكتبت كلام تحت، الحرفين الايه فوق بعض دولت اللي بيقولك لازم الاول نحدد قبل ما نشتغل على اي حاجة المسافة بين السطرين بمعنى اصح، تمام. وبعد كده هنا الكلر، اللون اللي انا عايز اغير بالخط. بس قبل برضو ما اعمل اي حاجة لازم اكون محدد الخط او النص اللي انا عايز اغير عليه اي حاجة. دلوقتي مثلا احدد التكست اللي انا عايز اغير عليه اي حاجة. دلوقتي مثلا احدد التكست كامل، عايز اغير نوع الخط من القائمة دي واضغط واختار نوع خط او تنسيق خط زي ما انا عايز. وعندنا مجموعة كتيرة بقى، وفي فيما بعد فيها ممكن نضيف خطوط على البرنامج الفوتوشوب بنفسه، تمام. ونفترض ان احنا اخترنا خط، يبقى كده أداة التايب تول، وهي أداة اللي هي بترسم الأشكال الهندسية. مثلا كده رسمت الشكل ده مربع، في أضغط كليك يمين عندي دايرة أو شكل البيضاوي، كليك المثلث حسب بقى الشكل اللي أنا محتاج أرسمه أو أدخله في التصميم أو الديزاين بتاعي. بعد كده عندي أداة الهاند تول، تمام. الأداة دي اللي بتخليني أتحرك في التصميم أو الديزاين نفسه. لو أنا مثلا عامل زوم جايب أداة الهاند تول أتحرك داخل التصميم نفسه. طب الاختصار بتاع أداة الهاند تول المسطرة، لو ضغطت على المسطرة السبيس كده يبقى أنا محدد أداة الهاند تول، وبرضو أتحرك على التصميم جوه التصميم براحتي. بعد كده عندنا آخر أداة الزوم اللي هي شبه العدسة. لو ضغطت عليها، تمام، هي طبيعي اوريدي بتبقى زائد اللي هي زوم ان. لو ضغطت تبدأ تعمل زوم ان. ارجع تاني من شريط التمرين السريع، احدد واضغط على الزوم اوت، تمام. فوق ضغطت زوم اوت، هعمل زوم اوت وهيعمل زوم اوت. الاختصار بتاعها في الكيبورد الزوم ان كنترول زائد علامة الزائد. الزوم اوت الاختصار بتاعها في الكيبورد كنترول زائد علامة الناقص، يعمل زوم اوت. بعد كده عندي اخر حاجة خالص في شريط الادوات اداة الايديت تول بار. منها بقى اللي انا اخش بقى اتحكم فيها، اتحكم في الادوات اللي عندي، في ادوات عايز اشيلها عايز اضيفها، حاجات بقى زي كده. دي بتبقى كل واحد بقى حسب ما هو بيستريح عليه.
ويضيف الادوات اللي هو بيستخدمها على طول، حاجة ترجع للديزاينر او المصمم اللي شغال على الفوتوشوب. ويبقى احنا كده خلصنا شريط الادوات بجميع الادوات اللي فيه. طيب دلوقتي بقى نبدأ نتكلم على قائمة فلتر اللي احنا كنا قلنا هنخليها في الاخر عشان نبدأ نتكلم عليها بجزئية بالتفصيل. طب احنا عندنا في البداية كده خالص، في بداية اوامر الفلتر اللي عندنا، من قائمة فلتر هنختار فلتر جاليري. تمام، هتظهر معانا القائمة دي. نعمل زوم اوت للصورة كده عشان نبقى شايفين تفاصيلها. تمام، عندنا في القائمة دي الفلترين أو الفولدرين اللي هو بتاع أرت، اللي هو الأولاني. تمام، مش لازم النطق يعني، الأولاني، واللي هو السكتش المفروض اللي هو الرابع. فأختار أي فلتر منهم، ضغطت كده فالطبيعي بيطبق فلتر على الصوت، ضغطت على الفلتر ده هيتطبق على الصوت. دي كلها أنواع فلاتر مختلفة. تمام، ادي الجزئية بتاعت السكتش فيها حاجات فحمية وحاجات بالطباشير والكلام ده كله يعني. دي كلها فلاتر. وممكن برضه اختار من القوائم التانية، بس اختار مثلا الفلتر ده عادي مفيش اي مشكلة. عايز افتح القائمة دي مفيش مشكلة واختار منها اي فلتر يعجبني، بس هي الاساس عندنا اللي هو الاول هو الارتستيكال او الارتست والسكتش. تمام، اللي هو الأول والرابع. بعد كده نفترض إن أنا خدت الفلتر ده أو ده مثلا، أضغط أوك هيتطبق على الصورة مباشرة. تمام، دي أول حاجتين. يعني كنترول زد ونرجع كده لطبيعة الصورة. بعد كده عندنا تاني حاجة في الفلتر اللي هي القائمة الخاصة ببلور. بلور اللي هي التموجات أو اللي أنا أظهر الصورة أعمل لها عزل أو حاجة زي كده. تمام، فدي مثلا البلور عندي كذا حاجة، فباخد مثلا نستخدم الجزء ده، الأمر ده. هنا بتحكم في نسبة العزل أو نسبة الضبابية بمعنى أصح اللي أنا عايزها للصورة. تمام، ادي نسبة الضبابية ديت أو نسبة البلور اللي أنا عايزه، فاخترت دي مثلا. هنجرب أمر تاني، نرجع كنترول زد برضه فلتر بلور، سمارت بلور، حاجة برضه تانية. بظبط الإعدادات اللي أنا عايزها، أضغط أوك. قبل ما يخلص تحميل هيبدأ يعمل لي العزل أو البلور اللي أنا عايزه، اللي أنا اخترته أو حطيته. تمام، وعندنا أكتر من أمر في قائمة بلور. طيب احنا كده خلصنا قائمة الجزئية الخاصة ببلور، الأمر بلور اللي هو بتاع العزل. نبدأ نخش بقى في النويز أو التشويش بمعنى صح. النويز برضو من فلتر نويز، أختار أي أمر نويز من الخمس أوامر اللي قدامي دول. نفترض مثلا أد نويز الأولاني ده، أشوف التشويش اللي أنا عايزه وحسب النسبة اللي أنا بحتاجها أو اللي أنا شايفها صالحة للصورة وبضغطه. أمر تاني برضو من نفس النويز، أختار مثلا أعمل لي برضو نويز. فحسب ما النويز اللي أنا محتاجه برتبه أو أنساه. تمام، بعد كده يعني كده قلنا النويز. نخش على قائمة ريندر. الريندر دي بقى يعني ممكن أضيف بقى من خلال تأثير الشمس، سبوت مثلا اللي هو أعمل حاجة ضلمة، يعني أعمل نور على شخص معين أو حاجة معينة وحواليه حاجات ضلمة. أضيف سحابة أو حاجة، يعني مثلا نفترض أحدد الجزئية دي عايز أضيف فيها سحابة، من قائمة فلتر ريندر كلاود ضاف لي غيمة أو سحاب. أمر تاني برضه فلتر ريندر برضه دي المفروض اللي هي سحابة وكده. تمام، طيب نضيف مثلا تأثير الشمس برضه فلتر ريندر لينس. هنا بقى تظهر لي دي
القائمة أبدأ أتحكم في تأثير الشمس هنا، نسبة السطوع تمام بتاعت الشمس نفسها، ونضغط على علامة الزائد وأسحبها في المكان اللي أنا عايزه الشمس فيه. اختار اللي هنا على الشمال فوق، وأعلى نسبة الإضاءة بتاعتها شوية كده تمام. أضغط فوق، هنجيلي في الصورة اللي فيه شمس طالعة من على الشمال وعاملة الانعكاسات بتاعتها. آخر حاجة في الفلتر اللي أنا أعمل اللي هو اسبوت على حاجة معينة. ادي الاسبوت بتاعي، عملت مثلا على جزئية نفترض الشجر ده، ابدأ اتحكم من هنا، ارفع النسبة شوية او اطيها، الكلام ده كله تمام، واظبط النسبة اللي انا عايزها. او من هنا تغيير الاسبوت نفسه، عامله بوينت نقطة تمام. فدي حاجات بقى ترجع لحسب الديزاين او التصميم اللي انت شغال عليه. خلي السبوت زي ما هو، نعمل مثلا خلصنا نضغط على اوك، ظهر معانا السبوت بالطريقة دي. يبقى كده قائمة الفلتر تمام. طب دلوقتي احنا خلصنا خلاص قائمة الفلتر، نبدأ بقى مثلا عايزين نعمل ديزاين او نصمم كارت. ده كارت شخصي بمعنى اصح، كارت اللي هو كارت البيزنس كارد بتاعنا. عايز اصمم بيزنس كارد دلوقتي، نجيب ورقة عمل جديدة، نضغط كنترول ان. طيب نختار وحدة القياس بتاعنا بالسنتيمتر، واعمل الورقة بالعرض عند الخيار التاني تمام. ودي الوايد العرض بتاعها 9 في ارتفاع 5 تمام. والريزوليوشن نخليه 300، وشغالين على العرض، ونعمل كريت. نقفل بقى دولت كده لحظة. تمام، أنا قدامي ورقة العمل دلوقتي. مثلا نفترض أنا عايز أغير لون ورقة العمل، زي ما أنا واقف عليها أجي على قائمة اللاير من تحت هنا، واختار الأيقونة دي، واختار أول أمر سولدر كلر، أختار اللون اللي أنا عايزه حسب بقى الدرجة اللونية اللي أنا عايزها تمام. ولو معايا كود رقم للون جاهز أقدر أكتبه تحت هنا. لو كتبت أي كود هيكتب له اللون بتاعه تمام. افترض إن أنا كتبت الكود ده، عملت كود تاني جاب لي الدرجة اللونية دي. فكل رقم، كل لون ليه كود خاص بيه. ده لو انا معايا درجات لونية عايز اجيبها معينة تمام. افترض ان احنا حددنا اللون ده، خلاص جبنا الدرجة اللونية دي تمام كده. عايز مثلا اضيف صورة، بس الصورة دي تبقى متداخلة في شكل على التصميم كده. نعمل الاول الشكل اللي احنا عايزينه، اضغط مثلا هنا، اجي على أداة الشكل الريكتانجل، لا نخليها الشكل البيضاوي، نرسم مثلا شكل بيضاوي. في حاجة وانا برسم، انا لو ضغطت وسحبت كده هترسم معايا دايرة مثلا شكلها مش منتظم، ممكن تطلع معايا بيضاوي او حسب بقى ما تبقاش مظبوطة معايا. عشان تبقى الدايرة مظبوطة وابعادها مظبوطة وانا بسحب، اضغط على زرار شيفت في الكيبورد. اول ما اضغط على شيفت الدايرة معايا بقت وانا بسحب متناسقة معايا خالص ومظبوطة. حددت مثلا الجزئية دي خلاص تمام، اقوم جاي بقى أداة المفتوح، مثلا نفترض هنخليها هنا كده تمام. لون الشكل مش هنختلف عليه، لان احنا طبيعي هنخلي الصورة في قلب الشكل ده بمعنى اصح. طب دلوقتي نجيب صورة، نفتح صورة عشان خاطر نضيفها في الشكل، كنترول او تمام. ونجيب مثلا الصورة عندنا هنا، الصورة مثلا، جبنا الصورة دي، هشيل القفل من عليها عشان اقدر اسحبها، واقوم جاي رايح بقى على التصميم بتاعي واسيب تمام.
عشان بقى اضيف الصورة دي من جوه التصميم، لحد دلوقتي احنا حاطين الصورة خلاص. عشان اضيف الصورة دي من جوه التصميم اعمل ايه؟ اروح يا من الكيبورد الاختصار بتاعها واللي هو الاسهل على طول، هخليني دايس على زرار Alt في الكيبورد، واجي ما بين الطبقتين، طبقة اللاير نفسه وطبقة الشكل، هلاقي شكل الماوس اتغير، اضغط عليها كليك شمال هتدخل على طول جوه الشكل. بقت اصبح ان شكل التليفون او الصورة اللي احنا حطيناها جوه الشكل نفسه. تمام. عشان بقى ابدأ اتحكم في الحجم بتاعها اضغط كنترول تي، عمل لي حدود للصورة نفسها. ابدأ بقى اسحب واشد يمين اشد شمال على حسب بقى زي ما انا عايز. نفترض ان احنا هنسيبها على وضعها ده كده. تمام. يبقى احنا قلنا عشان نضيفها نضغط على الارض لغاية ما المؤشر يتعمل او يتغير. طب دلوقتي انا لو عايز اطلعها تاني برضو زي ما انا قلت، المؤشر شكله اتغير وانا بقى واقف بين الطبقتين نفسهم، طبقة اللير الصورة وطبقة الشكل نفسه. لو ضغطت الصورة هتطلع بره. عايز ادخلها تاني، احنا قلنا ارض. طب الطريقة التانية اجي على اللير نفسه واضغط كليك يمين. تمام. كرييت اكليب ماسك. يبقى تاني هرجع كنترول زد اضغط كليك يمين. الطريقة التانية كرييت كليب ماسك. تمام. الصورة ده عايز انا بقى اكتب تكست او اكتب اي كلام هنا، هنقوم جايين حرف التي اللي هو التايب زي ما اتفقنا، ناخده اهو مثلا ايه هنا الكتابة باينة أوي معنى اللي هي كبيرة، نصغرها الأول من هنا من البروبرتيز بتاعها، نصغر الكتابة شوية. تمام. ونحولها لعربي ونكتب مثلا ايه نقوله مثلا، بس نغير اللون الأول عشان يبقى ظاهر معانا. نكتب سيم بقى ايه اللون دلوقتي. ماشي خلاص. ماشي الأحمر التاني طبعا شكل الخط الأول عشان برضه تبقى الكتابة متناسقة واحنا بنكتب. ماشي. وهنا هنحاول نقرب شوية الكلام من بعض عشان نبدأ نكتب من هنا. قلنا التيشة. تمام. أكبر بقى شوية الخط التنسيق بتاعي، أحدد الأول وأكبر. تمام. وأسحب بقى من هنا يعني أي مكان فاضي كده طالما عدت الشكل المخطوط دي كده موجودة يبقى تمام. مش أضيف لطيب جديد لخدمة صيانة محمول مثلا. تمام. أي مثلا أهو. تمام. أضيف لي مثلا أعمل شكل كويس مثلا نقوله نجيب الجزئية دي كده نحددها. تمام. طالما حددتها كده هعمل لها مثلا ايه لون لوحدها. اضغط على دي تاني الأداة دي في اللير سولدر كلر، اخليها مثلا باللون الابيض. تمام. بس انا عايز مثلا الشكل بتاع التليفون مغطى عليها من فوق، اقوم جاي بادئ ساحب الطبقة نفسها بتاعت اللير انزل بيها اعيد ترتيبها اخليها تحت الشكل، بقى الشكل اصبح مغطيها فوق. واكتب مثلا هنا رقم التليفون او رقم التواصل، نجيب التايب هنكتبه مثلا هنا التليفون نصغر
وطي شوية. تمام، ومده يبقى براحتك بقى، تلعب فيها براحتك. ماشي. تليفون وتقوم جاي مثلا ايه كده، ادي مثلا يبقى 0 مثلا الرقم اللي احنا عايزينه، رقم التواصل. كده خلصنا. نكتب مثلا هنا العنوان، مثلا نقوله ايه، يتوفر اي كلام بقى، يتوفر خدمات فودافون كاش، اي كلام بقى نكتبه ونغير الالوان براحتنا. تمام، نختار مثلا لون اخضر مثلا. تمام. خدمة صيانة فورية، خدمة صيانة فورية. المجال مفتوح يعني براحتنا، واللي عايز يكتب حاجة يكتب، نغير نحدد. تمام، أنا ممكن أغير من هنا اللون وأجيب اللون اللي أنا عايزه، يا إما مثلا من فوق هنا برضو أختار اللون اللي أنا عايزه وأغير. العنوان مثلا كده كفر. ماشي. بالتنسيق بقى كل حاجة تقدر تعمل كارت دعوة كويس أو بيزنس كارد كويس. دي كده حاجة تجريبية على السريع يعني. تمام، حاجة بسيطة خالص. ودي كده شباب يعني أغلب الحاجات عن الفوتوشوب بالنسبة للأدوات، وشريط القوائم، تصميم كارت الفلاتر يعني. فأرجو منكم لما تشوفوا الفيديو لو حد عنده مراجعة، أنا قلت في حاجة ما ضفتهاش أو حد عايز يزود حاجة، ياريت يبلغني وادينا بنفيد بعض. وبالتوفيق إن شاء الله لينا كلنا شباب.